العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 47 مواطن بفيروس كورونا اليوم. المجلس المركزي للكونفدرالية الوطنية للعمال يعقد اجتماعها الدوري. أعضاء الجبهة الشعبية في سنبل يتخذون مبادرة لتنمية بنك الدم الوطني. إطلاق نار كثيف في عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا فاسو. النرويج تعلن بدء محادثات بين طالبان وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني. 16 قتيلا بحريق ملهى ليلي في الكاميرون. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص والعزل في الأقليم الأوسط والجنوبي وعنسبة والقاش بركة أظهرت إصابة 47 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 30 إصابة في مراكز الفحص بالأقليم الأوسط، وهي من دنبسنبل وأربعة أسمرة وبشاول وسرجغة وسعد كريستيان ومعسكر دندن وحمبرتي، ومصابون قادمون من ملزاناي وماي أطال ومندفرة. و8 إصابات في الأقليم الجنوبي، 6 من مندفرة وإصابة واحدة من طرونا، وكذلك إصابة واحدة من إمنحيلي، و6 من إقليم عنسبة، 3 من كرن واثنتان من علبرعز، وإصابة واحدة من عتكليزان، و3 إصابات من مدينة بارونتو بإقليم القاش بركة. في غضون ذلك شوفي 57 مريض كورونا من الأقليم الأوسط، وتوفيت مريضة كورونا من الأقليم الأوسط تبلغ من العمر 72 عاما، ورجل يبلغ من العمر 99 من إقليم عنسبة. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9297، شوفي منهم 8712، وتوفي 93 مريضا، فيما لا يزال 492 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 23 من يناير 2022. عقد المجلس المركزي للكونفدرالية الوطنية للعمال اجتماعها الدوري الثالث يوم 20 و21 من يناير، وقيم أنشطة 2021 وبحث خطط عمل 2022. وأوضح رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد تخستي بايري في التقرير الذي قدمه أن جهود تبذل لتوسيع التنظيم وضعا في الاعتبار للشباب العاملين في المؤسسات العامة وشبه العامة. وقال إن الكونفدرالية طورت العلاقات والشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية، وأشار إلى تنظيم دورات تدريبية ل 168 عامل من 40 مؤسسة في 7 مجالات مهنية في مراكز التدريب القائم في مدينة مصوع، موضحا الدفع بالعون المقدم للمرأة المحتاجة بالتدريب في مركز تدريب تخمبيا والتأهيل بتدريب الحيوان والقروض والزراعة. وبحث المجلس المركزي للكونفدرالية الوطنية للعمال برامج عمل خطة عام 2022 في أقسام الكونفدرالية والأقاليم، وناقش سبل تقديم التدريب المهني للعمال لرفع إنتاجيتهم وتحسين معيشتهم، إلى جانب التأطير والتنظيم في فرص العمل الجديدة والموجودة في مجالات التعدين والزراعة والثروة البحرية والبناء. وقدم نائب رئيس الكونفدرالية تقرير في الاجتماع عن 10 سنوات من التشجير، حيث قام أعضاء المجلس بزيارة منطقة مايحوتزا التي قام فيها العمل بالتشجير في مساحة 50 هكتار. تلقت 60 امرأة من أقليم جنوب البحر الأحمر تأهيلا في القانون في مدينة عصب. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في الأقليم السيدة سعدية إبراهيم أهمية القانون في المجتمع عامة والحياة اليومية للمرأة.
وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي إن معرفة المرأة بالقانون يساعد حياتها، مشيدا بتنظيم الاتحاد للتأهيل. اتخذ أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية سنبل بالإقليم الأوسط مبادرة نبيلة لتنمية بنك الدم الوطني. وقد أفادت المعلومات الواردة تبرع أكثر من 40 كيس دم في مناسبة التبرع الثالث التي جرت في 23 من يناير. وأوضحت سكرتيرة الجبهة في المديرية السيدة ترحاس برهي أن اتخاذ المواطنين حسب مناطقهم وتنظيماتهم خطوات مماثلة يسهم في الحفاظ على الأرواح، مشيدة بمتخذي المبادرة النبيلة. من جانبهم قال المتبرعون إن التبرع يساعد في تعرف المواطنين على حالتهم الصحية، إضافة إلى فوائده الكثيرة في تنمية بنك الدم الوطني وتلبية طلبات المؤسسات الصحية، معربين عن العمل الجاد لإنجاح الجهود الجارية من أجل ترسيخ ثقافة التبرع على المجتمع. من جانبه ذكر مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم السيد محاري أبراهام اكتمال النواقص وإعداد ما يكفي من المعدات والقوة البشرية تساهم في إنجاح حملات التبرع بالدم، داعياً كافة المؤسسات الحكومية والاتحادات تعزيز مساهمتها. يذكر بأن المدير الطبي لبنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخستي أشار إلى العمل بقوة في عام 2022 لمضاعفة وترسيخ ثقافة التبرع على المجتمع. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. أفادت مصادر عسكرية وسكان بسماع إطلاق نار كثيف في عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا فاسو، 2 منها في العاصمة واغادوغو. واعترفت حكومة بوركينا فاسو الأحد بوقوع إطلاق نار في عدد من ثكنات الجيش، لكنها نفت استيلاء الجيش على السلطة. وقال المتحدث باسم الحكومة الكاسوم مايغا في بيان إن المعلومات المتداولة باستيلاء الجيش على السلطة غير صحيحة، مؤكدا نفي الحكومة هذه المعلومات وتدعو السكان إلى الالتزام الهدوء. ويأتي إطلاق النار بعد يوم من توقيف الشرطة عشرات الأشخاص خلال مظاهرات خرجت للاحتجاج على فشل الحكومة في وقف العنف الجهادي الذي يجتاح البلد الواقع في غرب أفريقيا. واعتقلت السلطات في بوركينا فاسو 8 جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة. أعلنت الحكومة النرويجية عن بدء محادثات في أراضيها بين ممثلين عن حركة طالبان والمجتمع المدني الأفغاني. وأكدت الخارجية النرويجية أن المحادثات التي سترتكز على قضايا حقوق الإنسان في أفغانستان انطلقت وراء الأبواب المغلقة بضواحي العاصمة أوسلو. ويشارك في المحادثات وفد رفيع المستوى من طالبان برئاسة وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها الحركة أمير خان متقي، وهو أول وفد من طالبان في أول زيارة من نوعها إلى أوروبا منذ عودة الحركة إلى سدة الحكم في كابول في شهر أغسطس الماضي. وسبق أن ذكرت الخارجية النرويجية أنها نظمت هذه الزيارة بهدف تجنيب أفغانستان كارثة إنسانية كبرى، واشترطت لتنظيمها استعدادا طالبان للقاء ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني، مشددة على أن هذه الزيارة لا تعني بتاتا اعتراف أوسلو بالحركة كسلطة شرعية في أفغانستان. أعلنت الحكومة الكاميرونية مقتل 16 شخص جراء حريق ناجم عن ألعاب نارية في ملهى ليلي في العاصمة ياوندي. وأفادت وزارة الاتصالات الكاميرونية في بيان أن التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلا و8 مصابين حالتهم خطيرة جراء الحريق العرضي.
وأحرقت النيران الصالة الرئيسية في نادي ليفز الليلي في حي باستوس الراقي في العاصمة، والذي تتخذه السفارات ومساكن الدبلوماسيين مقرا. وتستضيف الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية رغم العنف المستمر في غرب البلاد، حيث أعلن في 2017 مسلحون في مناطق ناطقة بالإنجليزية الانفصال عن الدولة التي تتحدث غالبية سكانها الفرنسية. ختام النشرة اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. إصابة 47 مواطن بفيروس كورونا اليوم. المجلس المركزي للكونفدرالية الوطنية للعمال يعقد اجتماعها الدوري. أعضاء الجبهة الشعبية في سنبل يتخذون مبادرة لتنمية بنك الدم الوطني. إطلاق نار كثيف في عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا فاسو. النرويج تعلن بدء محادثات بين طالبان وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني. 16 قتيلا بحريق ملهى ليلي في الكاميرون. ختام النشرة قدمتها لكم حنان عمر جيلاني. إلى اللقاء.